السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا بقى النهاردة نشوف عملنا الفراخ بالبطاطس دي، يعني بشكلها اللي هو بيتكلم عن نفسه كده لوحده. ازاي؟ تابعوا معايا الفيديو الاخر، ولو اول مرة بتشوفوني نوروني بالاشتراك في القناة وكمان فعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وهنا بقى انا عملت معاها شوية رز كده بلسان العصفور وكمان بتنجان المخلل الجميل ده. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف طريقة الفراخ. اول حاجة كده معايا نص فرخة وقطع صغيرة كده من الفراخ. بعد بقى ما غسلتها كويس قوي بالدقيق والليمون والملح. جبتها بقى وصفتها كويس، وبعدين معايا هنا بقى بصلتين متقطعين جوانح كده. والطماطم دي هحطها على جنب دلوقتي. هجيب بقى البصل بتاعي ده وهنزل عليه كده بقى بالملح. وكمان هنزل عليه بمعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ورشة كده من الكمون صغيرة خالص. ورشة من بهارات الفراخ ورشة كده من القرفة ورشة من البابريكا. طبعا يعني الحاجات دي كلها نص معلقة صغيرة كده، مش رشة يعني، صغيرة قوي. بعد بقى ما دعكت البصل في البهارات بتاعتنا دي كده، جبت الفراخ بقى وبدأت ان انا ادعكها بالبصل كده وادخل البصل في كل جزء فيها. طبعا اي كمية بتعمليها لازم تعمليها بالشكل ده، وتدخلي كده البصل فيها وتدعكيها كده بيه عشان تتنكه كده وتاخد طعم البهارات الجميلة دي. هنشيلها بقى على جنب كده، وهنجيب بقى الخضار بتاعنا اللي احنا هنعملها بيه. انا هنا استعملت بطاطس، وطبعا مقطعاها تخينة شوية علشان ناخد بالنا ان هي هتستوي اسرع من الفراخ. وبس كده. بعدين رجعت رصيت عليها الفراخ بتاعتي بقى كده، وهديها بقى رشة كده من الزيت على الوش كده. هتخلي لمعة كده في الفراخ والبطاطس وهتخليها شكلها حلو. جبت بقى اللي هي القطع الطماطم اللي معايا، الشرايح دي، وهبدأ ان انا ارصها كده، والطماطم دي بقى هتنزل ميتها كده. وهتنزل لون كده برضو بسيط مع البطاطس بقى والفراخ كده. وهنحط حوالي نص كوباية من المية وهندخلها الفرن بقى. ولو حابين ان انتوا تغطوها بورق فويل، وقبل ما تخرجوها بتشيلوه وبتقيدولها الشواية. في حلة بقى على النار اللي عامل فيها الرز باللسان عصفور، حطيت كده شوية من الزيت ونزلت عليهم باللسان عصفور بتاعي. وهبدأ ان انا اشوحه لحد ما ياخد لون دهبي، يعني زي لما بنعمل الشعرية بالظبط كده، اهو بالشكل ده كده. هننزل بقى عليه كده بمكعب من الزبدة الفلاحي. وطبعا انا مش بحب احطها في الاول مع الزيت عشان ما تتحرقش. فبحطها كده قبل ما احط الرز على طول. هنزل بقى دلوقتي بالرز بتاعي وهديله تشويحة كده مع اللسان عصفور، وبعدين هنزل عليه بالملح. وهنزل بقى بمية سخنة علشان الرز بتاعي ده يكون مفلفل كده وجميل معانا. ننزل عليه بمية سخنة، ما نحطش مية باردة خالص. هتحطوا مية باردة هتلاقوا الرز معاكم كتل كده وما بقاش حلو، مش مفلفل كده وجميل. تمام. نزلت بقى بالمية السخنة بتاعتي، هغطي على الرز بقى واسيبه لحد ما يغلي ويتشرب تماما. هغطي عليه النار خالص. بعد ما يتشرب هنغطي عليه النار ونسيبه بقى يستوي مع نفسه. ونشوف بقى الفراخ بتاعتنا كانت بقى استوت خلاص. وخدت لها حوالي كده يعني ساعة في الفرن كده. وكانت استوت تماما وخدت اللون الجميل ده بعد ما قلت لها الشوايه. بصوا بقى الجمال، والفراخ من جوه كده اللحم ابيض وجميل. وبس كده. دي كانت وصفة النهاردة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم والوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.